السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب المرحلة الثانوية وبالأخص طلاب تالتة ثانوي، يا أهلا وسهلا بيكم يا أبطال. معاكم سنيور خالد رضا مدرس اللغة الإيطالية. النهاردة إن شاء الله طالعين كده بالفيديو دون علشان نكمل سلسلة حل الواجب بتاعنا، واللي فيها إن شاء الله النهاردة هستعرض لك فيها إيه؟ هستعرض لك فيها حل الوحدة الأولى بتاعتنا. هحللك النهاردة القطع اللي خاصة بموضوع الوحدة الأولى اللي احنا زي ما احنا اتفقنا مع بعضينا، اللي هو كان عنوان الوحدة الأولى بتاعتنا بروجيتي اكسترا كوريكولاري، اللي هي المشاريع اللي بره المنهج الدراسية. فاحنا النهاردة هنحل القطع اللي خاصة بموضوع الوحدة الأولى. مش بس كده كمان، ده احنا هنحل مع بعضينا ايه؟ هنحل مع بعضينا جرامر الوحدة الأولى كلها، اللي هو كان خاص بزمن اسمه زمن المستقبل البسيط، اللي هو بالإيطالي اسمه الفوتورا سيمبليتش. تمام كده؟ فنصلي كده على النبي كده، وخلي معاك الورقة في ايدك، تمام، والقلم في ايدك بردك، عشان لو احتاجنا ان احنا نكتب شوية ملحوظات واحنا بنحل تكتبها ورايا على طول. فيلا بينا بقى. بصوا كده معايا، لو فتحت الكتاب بتاعنا صفحة رقم 37 هتلاقي تيستو اونو، اللي هو امتحان رقم 1، اللي هو القطعة الأولى بتاعتنا. القطعة الأولى لو شايف كده معايا بيقول لك عنوان القطعة ليجي التستو، يعني اقرأ الايه؟ اقرأ النص التالي. النص بتاعك بيقول لك فيه ايه؟ البريمو جارنا دي سكولا، يعني النهارده أول يوم في المدرسة. يا راجاتسي، والولاد سونو ان كلاسه، والولاد بيكونوا في الايه؟ في الفصل. كون اللورو بروفيسوري، مع المدرس بتاعهم. لوي هو بارلا دي بروجيتي اكسترا كوريكولاري، هو بيتكلم عن المشاريع اللي بره المنهج الدراسية كي اللي organizzeranno quest'anno، التي سوف ينظموها هذا العام. لوي دي عايدة على مين؟ الضمير اللي هو اسمه لوي، اللي هو بمعنى هو، عايدة طبعا على البروفيسور اللي هو المدرس. كمل. La scuola parteciperà، المدرسة ستشارك أي seguenti progetti في المشاريع الحالية، واللي هم البريمو بروجيتو، ادي اول مشروع معاك بيقول لك كي بياتش مولتو. اول مشروع اللي عجب جدا مين؟ اللي عجب جدا البنت اللي اسمها أليسيا. يبقى بالتالي أليسيا هتحب ان هي تشارك في انهي مشروع؟ هتحب ان هي تشارك في المشروع اللي انا هقوله لك دلوقتي حالا، اللي هو بيقول لك سارة سيكون الايه؟ سيكون الجيميلاجو، اللي هو نظام التوأمة، كون una scuola straniera، مع مدرسة أجنبية. تمام كده؟ كلمة straniera مع مدرسة أجنبية. وخلي بالك مشروع التوأمة ده مشروع دولي، لأنه بيحصل ما بين بلد وما بين بلد. يعني مثلا أنا مصري من القاهرة، فحابب أشترك في مشروع التوأمة، فأنا بالتالي التوأمة دي لازم تحصل مع مدرسة تانية. منين؟ مثلا من باريس، مدرسة تانية من إيطاليا، مدرسة تانية من لندن، وهكذا. خلاص كده؟ فبالتالي احنا بنقول عليه مشروع دولي، اللي هي اسمها بالايطالي انترناسيونالي. تمام كده؟ اللي بعده لي هي سبيرا دي فاري الجيميلاجو، هي بتتمنى ان هي تحصل التوأمة دي فاري الجيميلاجو كون انا سكولا دي باريجي، هي بتأمل ان هي تحصل التوأمة مع مدرسة منين؟ مع مدرسة من باريجي، اللي هي باريس طبعا. بركي لأن فوليتانتو أندارتش، لأن هي بتريد الذهاب هناك. تمام كده؟ السيكوندو بروجيتو، تاني مشروع بيقول لك سيكون un educazione ambientale، سيكون تعليم احترام الايه؟ البيئة. كويستا ايديا، وهذه الفكرة بياتشا كيارا، عجبت جدا كيارا. يبقى انا عندي دلوقتي شخصيتين، أليسيا وكيارا. أليسيا حابة ان هي تشارك في مشروع التوأمة علشان هي أمنية حياتها ان هي تسافر باريس. لكن كيارا الفكرة بتاعت مشروع البيئة عجبها جدا. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ما الترسو، لكن المشروع الثالث كي بياتشي تانتو دينو، اللي عجب جدا مين؟ اللي عجب جدا دينو. un concorso musicale tra le scuole della città، يعني ايه؟ بيقول لك المشروع اللي هو المسابقة الموسيقية دون عجب جدا دينو. والمسابقة الموسيقية ترى ستكون ما بين ايه بقى؟ لسكوالي دella città، ما بين مدارس المدينة. اللي بعده اوني سكولا، كل مدرسة. تشيليرا، خلي بالك هو هيبدأ يتكلم عن مشروع الموسيقى. اوني سكولا، كل مدرسة. تشيليرا يعني ستختار. اون جروبو، ستختار جروب. اوني جروبو، وكل جروب كانترا وانا كانزوني، وكل جروب هيغني ايه؟ هيغني اغنية. دينو نون كانترا، دينو مش هيغني لكن سراء المانجر، لكن سيكون المدير. سيكوندو لوي، وبالنسبة له هو، وفقا ليه هو،
vinceranno أو vinceranno loro يعني سيفوزون إيه؟ سيفوزون جميعا بمعنى صح. يبقى الكلام ده وفقا لمين؟ الكلام ده طبعا وفقا لدينا. طيب تعالوا كده مع بعضينا. طبعا لو انت لاحظت هتلاقي ان القطعه كلها بتتكلم عن البروجيكت اللي هي مشاريع اللي بره المنهج الايه الدراسي. مره اتكلم عن التوأمه وقال لك ان التوأمه ده بيكون مشروع مع مدرسه اجنبيه، وخصوصا ممكن يعقد مع مدرسه من باريس، تمام كده. وتاني مشروع علينا اللي هو مشروع البيئه، وتالت مشروع علينا مشروع المسابقه الموسيقيه، واتكلم باختصار عن الايه عن الموسيقى. طيب الاسئله بيقول لك تشيلي لا ريسبوستا كوريتا يعني اختار الاجابه الايه الصحيحه. السؤال الاول بيقول لك دي كوانتي بروجيتي بارلا البروفيسور يعني عن كم عدد المشاريع اللي تحدث عنهم المدرس. اتكلم عن كم مشروع يا جماعه؟ لو تفتكروا كده قلت لكم ثلاث مشاريع. فالاجابه بتاعتي هتكون ايه؟ الاجابه بتاعتي يا سينيور هتكون دي تري بروجيتي، فالاجابه هتبقى ايه. اللي بعده كوالي بروجيتو بياتشي كيارا يعني ايه هو المشروع اللي عجب كيارا؟ ايه هو المشروع اللي عجب كيارا يا جماعه؟ البروجيتو ديل كونكورس موزيكالي، ولا البروجيتو ديل جيميلاجو، ولا البروجيتو ديل ادوكاسيوني امبيانتالي؟ تعالوا كده نشوف. ولا مشروع الرياضه؟ تعالوا كده نشوف مع بعضينا كيارا عجبها ايه. بصوا كده معايا، أليسيا عجبها مشروع الايه؟ عجبها مشروع التوأم، حلو كده. لكن كيارا عجبها مشروع البيئة. اهو بيقول لك ان السيكوندو بروجيتو تاني مشروع هيكون البيئة، وهذه الفكرة عجبت كيارا، فاذا كيارا عجبها مشروع الايه؟ عجبها مشروع البيئة. فبالتالي الإجابة بتاعتي هتبقى ايه؟ الإجابة بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون بي على طول، اللي هو البروجيتو dell'educazione ambientale. اللي بعده Che cosa deve fare ogni gruppo nel concorso musicale؟ يعني ماذا يجب أن يفعل كل جروب في المسابقة الموسيقية؟ deve cantare una canzone يجب اللي هو يغني إيه؟ أغنية على طول. chi vuol pulire un bosco يعني من يريد نظافة الغابة partecipa يشارك a un progetto دي هيشارك في مشروع إيه تفتكروا؟ توأمة؟ أكيد لا يا سينيور. طب احترام البيئة؟ ممكن. طيب مسابقة موسيقية؟ أكيد لأ. طب سبورت رياضة؟ لا يا سينيور. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ هتكون مشروع الإيه؟ البيئة على طول. اللي بعده أليسيا فول بارتيتشبار يعني أليسيا بتريد أن تشارك في التوأمة بيرفيزيتاري لكي تزور إيه؟ إحنا قلنا إن هي أمنية حياتها إن هي تعمل التوأمة مع مدرسة من باريس، يبقى بالتالي هي أمنية حياتها إن هي بيرفيزيتاري لكي تزور una città francese يعني لكي تزور مدينة فرنسية. اللي بعده السؤال الرقم 6 وده آخر سؤال بيقول لك فيه بركي كيارا ليه كيارا كانت بتريد ان هي تشارك في مشروع البيئة؟ ليه؟ تعالى كده اسمع الاختيارات. علشان تكون جروب موسيقي؟ اكيد الاجابة مش دي. طب علشان تنظف الغابة البعيدة عن منزلها؟ هي تشترك في البيئة عشان تنظف حاجة بعيدة عن البيت بتاعها؟ مش عارفة. طب علشان تنظف الغابة القريبة او اللي هي بجوار منزلها اللي جنب بيتها يعني؟ ممكن. طب علشان هي بتعرف تغني؟ اكيد لا. يبقى الاجابه اللي مش منطقيه ولا دي ولا ايه دي هنستبعدها على طول. هل كان حصر يا بي يا سي؟ ايه اقرب حاجه تفتكروا كده؟ هي هتشترك في البيئه عشان تنظف الايه؟ المنطقه اللي بعيده عنها ولا المنطقه اللي هي ساكنه فيها؟ اكيد عشان تنظف المنطقه اللي هي ساكنه فيها، فالاجابه بتاعتي هتبقى بي. فبالتالي الحل بتاعي هيكون بير بوليري الباسكو اكانتو اكازا ايه؟ اكازا سوا على طول. طيب دي كانت ايه؟ دي كانت القطعه الاولى ايه؟ القطعه الاولى بتاعتنا. طيب تعالوا بعد كده بقى على الايه؟ تعالوا بعد كده على المستقبل البسيط وقاعده سي اللي احنا خدناها عندنا في جرامر الوحده الاولى. لو تفتكروا مع بعضينا قبل ما نحل كنا بنحل ازاي على زمن المستقبل البسيط؟ كنا يا سينيور بنحدد الفاعل وبنحل بالنهايات. الفاعل بتاعي لو كان ايو تو لو يولاي نو يوفيو مين ولورو، ونهايات المستقبل البسيط رو رايرا ريمو ريتيرانو. تاني لو جيت سألتك قلت لك ايه هي نهايات المستقبل البسيط تقول لي رو رايرا ريمو ريتيرانو، رو رايرا ريمو ريتيرانو. بختار واحدة من الستة دول مش بمزاج، ده على حسب الفاعل بتاعي. لو الفاعل ايو بختار النهاية رو، لو الفاعل تو بختار النهاية راي، لو يولاي بختار را، نوي بختار ريمو، فوي بختار ريتي، لورو بختار النهاية اللي هي اسمها رانو. يبقى بالتالي عندي 6 ضماير ب6 نهايات، كل ضمير للنهاية بتاعته. علشان كده بقول لك طريقة الحل على الدرس بتاعنا بنحل ازاي؟ بنحدد الفاعل وبنحل بالايه؟ وبنحل بالنهايات. خلي بالك
مفيش جملة أزمنة بتخلو من حاجتين، يا إيه يا إما كلمات دالة يا إما تصريف فعل. دايما الجملة بتاعتك إجباري يجيب لك حاجة من الاتنين، يا كلمات دالة يا تصريف فعل. اشمعنى يا سينيور الحاجتين دول؟ تعال أقول لك ليه. لأن هو لو جاب لك الكلمة الدالة فأنت ده معناها اللي هو هيسألك في تصريف الفعل، فأنت هتختار الفعل بتاعك مصرف في المضارع ولا الماضي ولا المستقبل. أنا هختار الفعل المصرف حسب الكلمة الدالة، فلو جاب لي كلمة دالة على المضارع اوريدي أنا هروح أختار فعل مصرف في المضارع. جاب لك كلمة دالة على الماضي أنا هروح أختار فعل مصرف في الماضي. جاب لي كلمة دالة على المستقبل يبقى أنا هختار فعل مصرف في زمن المستقبل. علشان كده بقول لك يجيب لك الكلمة الدالة ويسألك على الفعل المصرف بتاعك، يا إما يعكس. يعني ايه يعكس؟ يعني يجيب لك الفعل المصرف ويسألك على الكلمة الدالة على الزمن. فلو جاب لك فعل مصرف في زمن المستقبل يعني فعل آخره الرو ريراه إلى ما لا نهاية، بروح أختار على طول كلمة دالة على زمن المستقبل البسيط. جاب لك فعل مصرف في الماضي يبقى أنا هختار كلمة دالة على الماضي. جاب لي فعل مصرف في المضارع البسيط هختار كلمة دالة على المضارع البسيط. طيب نيجي بعد كده على القاعدة التانية اللي عندنا اللي هي اسمها قاعدة ايه؟ اللي هي اسمها قاعدة سي زي ما انت شايفها قدامك كده. قلت لكم الكلمة دي اي نعم هي كلمة دالة على زمن المستقبل البسيط، بس لما بتدخل في الجملة مش بتدخل على اي جملة كده، بل بالعكس دي بتدخل على نوعية واحدة بس يا سينيور من الجمل اللي احنا بنسميها عندنا الجملة الشرطية، اللي هي بتكون مكونة من فعلين، فعل الشرط وفعل جواب وفعل جواب الشرط. قلت لك ساعتها سي دي يا سينيور لما بتيجي في اول الجمله بيجي بعدها فعلين. الاول يا سينيور اللي هيقع مباشره بعد سي، الاول اللي احنا بنسميه عندنا فعل الشرط. فعل الشرط بتاعك ده احنا هنصرفه في زمنين، يا مضارع بسيط يا مستقبل بسيط. بعد كده فعل الجمله الثانيه بتاعي وده هصرفه في زمن المستقبل البسيط دايما. يبقى لو جيت سالتك وقلت لك قاعده سي يا سينيور بنحل عليها ازاي؟ بص كده قلت لكم ساعتها سي لما تيجي في اول الجمله بيجي بعدها يا سينيور فعلين. بيجي بعدها كام فعل؟ فعلين. الاول والتاني يا سينيور؟ الاول هيكون مصرف في زمن المضارع او في زمن المستقبل، تمام كده. والتاني يا سينيور هنكون مصرفينه في زمن المستقبل في زمن المستقبل البسيط. بيعمل ايه في الامتحان يا شباب؟ بصوا كده معايا بيعمل ايه في الامتحان. بيجيب لك سي ويجيب لك فعل الشرط ويسألك على فعل جواب الشرط، يا اما يجيب لك فعل جواب الشرط ويجيب لك أداة الشرط ويسألك على فعل الشرط، يا إما يجيب لك الفعلين ويسألك على أداة الشرط، وساعتها هيكون بيسألك على الكلمة الدالة على الزمن. خلي بالك من قاعدة سي علشان ما فيش امتحان ثانوية عامة بيخلو من سؤال على قاعدة سي. فوانت بتقرأ الجملة بتاعتك كويس قوي، لو لقيت فيها سي اسأل نفسك سؤال، هو جاب ده وعايز ده ولا جاب ده وعايز دوان؟ وصل كده؟ وسواء كان مستقبل او مضارع فكده الزمنين دول هم مندرجين تحت مسمى الازمنه البسيطه، فده معناها ان طريقه الحل واحده. طريقه الحل ايه يا سينيور؟ مش احنا هنا كنا بنقول بنحدد الفعل وبنحل بالنهايات؟ نفس الكلام في المضارع البسيط، هو مش زمن بسيط بردك؟ يا سينيور. يبقى ده معناه ان طريقه الحل بتاعتي بردك واحده، اللي هي بنحدد الفاعل وبنحل بالنهايات. تعالوا يلا كده مع بعضينا نشوف الكلام ده نشوف الكلام ده قصادنا دلوقتي حالا. بصوا كده معايا جملة رقم 1 بيقول لك فيها دوماني ايروس راماتزوتسي. خلي بالك ايروس راماتزوتسي ده يا سينيور اسم مغني، تمام كده؟ يلا بينا. يلا فين الفاعل؟ هنحدد الفاعل ايروس راماتزوتسي. لو شلناه بنعوض عنه بمين؟ بنعوض عنه بلوي. كده انا حددت الفاعل. نحل بقى بالنهايات. النهايه بتاعت لوي بتقول لك ان هي بتاخد النهايه اللي اسمها را، فبالتالي هختار اول فعل معانا اللي هو اسمه كانترا على طول. طيب جملة رقم 2 بيقول لك فرادو جورني سارة ايتو، ده الفاعل. لو شلناها بنعوض بمين؟ بفوي، وفوي بتاخد النهاية اللي اسمها ريت، فاروح اختار الفعل التاني بتاعي. الفعل بتاعك لزامي اسم جمع يا سينيور بدون كوما، فلو شلناه بنعوض عنه بلورو، ولورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو. فين النهاية؟ رانو اهي يا سينيور، فاروح اختارها على طول. اللي بعده فراونا ستمانا الفعل اهو. لو سينيور ده بياخد انهي نهايه؟ رو، يبقى بالتالي هختار اول فعل معانا اللي هو اسمه اللي هو اسمه فارو على طول.
جملة رقم 5 بيقول لك دوماني نوي، ادي الفاعل نوي اهو يا سينيور، ونوي دي بتاخد ان هي اللي اسمها ريمو. فين ريمو؟ اهي يا سينيور. طب انا السؤال اللي هسأله يا جماعة، هو احنا ليه ما خدناش ابيامو كومنشاتو؟ علشان ده فعل مكون من كلمتين، يعني الفعل ده مصرف في الازمنة المركبة، فبالتالي انا مش هختاره. ليه؟ لان الجملة بتاعتي جملة في زمن المستقبل البسيط. طيب اللي بعده جملة رقم كام؟ جملة رقم 6 بيقول لك فيها راجاتسي، يعني يا ولاد كواندو نوت اي كومبتي. هنحدد الفاعل. فين الفاعل بتاعي؟ الفاعل بتاعي كلمة اسمها ايه؟ كلمة اسمها راجاتسي. اسم جمع يا سينيور ورا كوما، لو شلناه بنعوض بمين؟ بفوي. وفوي بتاخد النهاية اللي اسمها ريت، فاروح اختار الايه؟ التانية ايه على طول. جملة رقم 7 بيقول لك فيها ايو اديمياي اميتشي، ده الفاعل بتاعي. اسمه اهو قبله ايو، يعني لو شلناه بنعوض بنوي، ونوي بتاخد النهاية اللي اسمها ريمو. جملة رقم 8 باولو، اسم وراها كوما، لو شلناها بنعوض بتو، وتو بتاخد النهاية راي، فاروح اختار الأولانية على طول. اللي بعده دادوماني ايراجاتسي، فين الفاعل؟ ايراجاتسي لو شلناها بنعوض بلورو، اسم جمع بدون كوما، ولورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو، فاروح اختار الأخيرة على طول. 10 الفاعل ايو، وايو بتاخد النهاية رو، فاروح اختار الايه؟ التالتة. اللي بعده لوكا نون فياني كون نوي، يعني لوكا مش هيجي معانا. فين الفاعل بتاعنا؟ الفاعل بتاعنا الولد اللي هو اسمه لوكا، فلوكا ده اسم ولد، لو شلناه بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح اختار الايه؟ افرا. خلي بالك افرا ده فار، يعني لديه ما يفعله، ده مصطلح على بعضه احنا المفروض نكون حافظينه، اللي هو بمعناها بمعنى صح مشغول. اللي بعده ده جراند، لما اكبر ايو ده الفاعل بياخد النهايه اللي اسمها رو، فاروح اختار الايه؟ الاخيره على طول. جمله رقم 13 بيقول لك فيها كي سارانو كويست راجاتسي، يعني مين بيكون البنات دول؟ فرد عليه قال له كيارا وجوليا. كيارا وجوليا لنوافي ستودنتس، تمام كده، فبالتالي اختار النهايه اللي اسمها سارانو. هنا سألك بلورو، يبقى انا بالتالي هجاوب بايه؟ هجاوب بلورو على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الفاعل بتاعي كيارا وايه؟ كيارا وجوليا. محدش يقول لي ان ده اسم جمع وراها كوما، محدش يقول لي حاجه زي كده، لان الجمله بتاعتك بيقول لك ساراندو كيارا وجوليا، الفاعل بتاعك ضمير مستتر تقديره هو، عايد على مين؟ عايد على البنتين اللي هم كيارا مين؟ كيارا وجوليا بمعنى اصح. جملة رقم 14 بيقول لك سي جوكيامو بيني الكالتشو، يعني ايه؟ يعني لو احنا لعبنا كويس كرة القدم. بص كده اللي معايا، الجملة بتاعتك فيها قاعدة سي. هنا عمل ايه؟ بما ان الكومة بتاعتي اهي حلو كده، وجاب لي الفعل الاولاني وبيسأل على الفعل الايه؟ التاني بتاعي. جاب الاول وعاوز الايه؟ وعاوز التاني. والتاني يا سينيور بيكون مصرف دايما في زمن المستقبل الايه؟ البسيط. بصوا معايا بقى، هنروح نحدد الفاعل بتاعي في الجملة التانية والفاعل في الجملة التانية. جملتك هتكون بادئة من هنا كده لغاية الآخر. الفاعل لما تدور عليه هتدور عليه في الحتة الصغيرة دي، مالكش دعوة في أول الجملة، مالكش دعوة دلوقتي بأول الجملة، خلاص؟ هل الجملة دي يا سينيور فيها فاعل؟ لا، ده هو بيسأل على الفعل، وكلمة الكامبيوناتو ده المفعول به اللي هي معناها البطولة، تمام كده؟ طيب دلوقتي يا سينيور الجملة التانية ما فيهاش فاعل، فاحنا واخدين قاعدة في الشرح قلتها لك ساعتها وانا بشرح لك قاعدة سي، والحتة دي دايما بتنزل في الامتحان. بيقول لك فيها ايه؟ في حالة عدم وجود فاعل في الجملة التانية كنا بنعمل ايه؟ فكر كده وقول معايا، كنا بنعمل ايه؟ جدع. كنا يا سينيور بنبص على فعل الجملة الأولى. بنبص على مين؟ على فعل الجملة الأولى، واشوفه هو مصرف مع انهي فاعل بالظبط. فعل جوكيامو، الفعل ده اخره يامو، يعني مصرف مع الضمير اللي هو اسمه نوي، يبقى اذا فاعل الجمله الاولى بتاعي هيكون نوي. طب انت ليه كطالب عايز توصل لفاعل الجمله الاولى؟ علشان يا سينيور القاعده بتاعتي بتقول في حاله عدم وجود فاعل في الجمله الثانيه فاوريدي هصرف فعل الجملة التانية مع نفس الفاعل بتاع الجملة الأولى، يعني إذن الجملتين بتوعي هيكونوا بفاعل واحد بس. لكن الطبيعي يا سينيور عندي بيقول إن طالما في عندي جملتين يبقى في عندي فعلين، صح ولا غلط؟ وطالما في فعلين يبقى كل جملة هيكون ليها كام فاعل؟ فاعل. أدي الجملة الأولى هيكون ليها فاعل، والمفروض يبقى الجملة التانية يكون ليها فاعل تاني خالص. هل في هنا فاعل؟ لا يا سينيور، يبقى في الحالة دي الجملتين ماشيين
بفعل واحد بس، فبالتالي يا سينيور فاعل الجمله الثانيه هيكون نوي، ونوي بتاخد النهايه ريمو، فاروح اختار الايه الثانيه على طول. لو احنا لعبنا كويس كره القدم ايه اللي هيحصل؟ احنا هنفوز بالبطوله. مين اللي هيفوز؟ احنا، لان احنا اللي هنلعب كويس. اللي بعده جمله رقم 15 بردك قاعده سي هنا يا سينيور جاب لك سي وجاب لك الفعل الثاني وبيسال على فعل الجمله الاولانيه. بص كده معايا، الجمله الاولانيه هتدور على الفاعل، فين الفاعل؟ باولو. لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهايه را، فاروح اختار الايه الاولى على طول. بص هنا لو انا بقى شلت باولو ايه اللي هيحصل؟ هل في فاعل؟ لا يا سينيور مفيش فاعل بقى، خلاص ما انا شلت باولو، يبقى في الحاله دي هصرف الفعل الاولاني على نفس الطريقه بتاعت الفعل الثاني. بما ان الفعل ده اخره ريمو يبقى اذا هقول ايه؟ سوينيريمو على طول. طيب جمله رقم 16 بيسالك فيها على الكلمه الداله على الايه؟ الكلمه الداله على الزمن. جاب لك سكورسا، جاب لك بساطه، جاب لك اورا، جاب لك بروسيما. طيب واحده واحده كده معايا. طالما بيسأل على الكلمة الدالة يبقى جاب الفعل المصرف. مين الفعل؟ أندرانو، ده فعل مصرف في المستقبل البسيط، يبقى اوريدي هختار كلمة دالة على المستقبل البسيط اللي هي إيه؟ سكورسا؟ لا طبعا. اللي هي بساطة؟ لا طبعا. اللي هي أورا؟ لا طبعا. يبقى هختار كلمة اسمها بروسيما على طول. أورا كلمة دالة على المضارع، بساطة وسكورسا كلمات دالة على زمن الماضي القريب، والجملة بتاعتي جملة في زمن المستقبل، يبقى اختار كلمة اسمها بروسيما اللي هي بمعنى القادم. لا سيتيمانا بروسيما الاسبوع القادم احنا او الوالدين سيذهبون الى الايه؟ الى البحر. دوماتينا بكره الصبح انا وستيفانو، ده لو شلناه بنعوض بنوي، ونوي بتاخد النهايه اللي اسمها ريمو على طول. جمله رقم 18 بيقول لك فيها سي اليتشه، لو اليتشه بردك بيسالك فيها على قاعده سي، خلي بالك ها اهي سي اهي يا سينيور جت في الاول والنوع جت بعدها، يبقى هو عايز الفعل ده مصرف يا في المضارع يا في المستقبل، وكده كده الاثنين دول طريقه الحل بتاعتهم واحده، بنحدد الفاعل ادي الفاعل اليتشه وبعد كده بنحل بالنهايات. فانا يا سينيور لو مستقبل اختار النهايه را، هل موجوده النهايه را؟ اهي يا سينيور شكرا. طب لو ما لقيتش المستقبل يبقى هو بيخيرك في المضارع ساعتها، لان هو ما ينفعش يخيرك ما بين الاثنين، ما ينفعش يجيب لك مضارع ومستقبل في نفس الوقت، ما ينفعش. اللي بعده فراون ماسي في خلال شهر اللي تزيدي باولو. فين الفاعل؟ خلي بالك الفاعل اللي تزيدي باولو مش باولو، الفاعل اللي تزيدي باولو اعمام باولو، مش باولو هو الفاعل. انا هنا بقول لك لتزي اعمام، دي بتاع مين؟ بتوع مين؟ بتوع باولو. يعني الاعمام دول يقصد بيهم مين؟ يقصد بيهم اعمام باولو. الفعل يا سينيور اسم جمع بدون كومه، فلو شلناه بنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهايه رانو. بص انت بقى لو حددت ان الفعل اللي هو باولو بس هتروح تختار النهايه را، فتروح تختار في الرا، هقول لك غلط طبعا. ليه؟ عشان انت محدد الفاعل من الاول غلط. عشان كده بقول لك طريقه الحل بنحدد الفاعل، اول حاجه بتحددها الفاعل بتاعك، فلو حددته صح هتكمل اوريدي الحل بتاعك صح، حددته غلط اوريدي هتكمل حلك ايه؟ غلط. اللي بعده امياي نوني، ده يا سينيور اجدادي، اللي هو لو شلناها بنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهايه رانو، فاروح اختار اخر واحد. لا ميا كلاس فرا ليزيوني دي جويدا، بيسال على الكلمه الداله على الزمن، فبما ان الفعل بتاعي فعل فرا في المستقبل البسيط يبقى اختار كلمه داله على المستقبل. اورا دي مضارع، اياري ده ايه؟ ده ماضي. بروسيما ودوماني الاثنين دول كلمات داله على المستقبل، بس خلي بالك انا علشان اختار كلمة بروسيمو ده، عشان اختار الكلمة دي اجباري لازم ينزل قبل النقط اسم يا سينيور. هل نزل اسم؟ جوليا. جويدا، هو جويدا ده اسم؟ لا طبعا يا سينيور، ده مش اسم. طب انا هعرف منين ان كلمة جويدا ده اسم؟ هعرف منين؟ لو نزل قبل جويدا اداة تعريف، اداة تعريف، اعرف على طول ان كلمة جويدا ده اسم. عدم وجود الاداة اعرف ان دي كلمة عادية، فده معناه ان انا بالتالي ما ينفعش اختار بروسيما، فاروح اختار الكلمة اللي هي اسمها دوماني ايه؟ دوماني على طول. طيب جملة رقم 22 بيقول لك فيها فرادو جورني، في خلال يومين ايه اللي هيحصل؟ سارة ايتو، سارة وانت، لو شلناها بنعوض بمين؟ بنعوض بيه فوي، وفوي بتاخد النهاية اللي اسمها ريتي. يا رب تحفظه يا رب. إليسا مالها إليسا؟ لو شلناها بنعوض بلاي، ولاي بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح اختار كانترا. لزامي اسم جمع يا سينيور بدون كوما، واللي عرفني اللي هو جمع النهاية وأدوات الإيه؟ أدوات التعريف، فبالتالي هنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو، فاروح اختار الإيه؟ الأخيرة على طول. فراونا ستمانا إيوه بياخد النهاية اللي اسمها رو. لانو بيسألني على الكلمة الدال، أورا ده مضارع، وفرا وبروسيما بساطو ده ماضي، يبقى انا حل هنحصر يا بروسيما يا فرا، الاثنين دول كلمات داله على المستقبل. طب انت ايه اللي عرفك ان الجمله اصلا دي كلها
في زمن المستقبل البسيط؟ الإجابة عن طريق الفعل المصرف frequenterà، ده فعل آخره النهاية را، يبقى ده مستقبل بسيط. قلت لك حاجتين أساسيين مش بيخلوا من أي جملة، يجيب لك الفعل ويسألك على الكلمة الدالة، يجيب لك الكلمة الدالة ويسألك على الفعل المصرف. عشان كده بقول لك الحاجتين دول أساسيين، احفظهم على طول في أي زمن من الأزمنة اللي احنا درسناهم مع بعضينا. سينيور ده فعل مصرف في المستقبل، فاختار يا فرايا بروسيمو. انا علشان اختار دي لو تفتكروا لسه قايلها لك من شويه، لسه قايلها لك اهو في رقم 21، قلت لك عشان اختار ده لازم ينزل قبلها اسم، صح؟ تعال انا علشان اختار بروسيمو لازم الكلمه اللي قبل النقط تكون عباره عن اسم. طب هل كلمه انو ده اسم؟ هعرف منين؟ من اداه التعريف. طالما في اداه يبقى الكلمه كلها على بعضها اسم، يبقى ده معناه ان انا اختار كلمه اسمها بروسيمو. اشمعنى؟ لأن الكلمة دي أي نعم هي كلمة دالة على المستقبل البسيط، بس لما باخدها وبنزلها في الجملة فهي بتعامل معاملة تانية خالص. بتعامل معاملة إيه يا سينيور؟ قال لك كلمة بروسيمو لما بتدخل في الجملة فهي بتعامل معاملة الصفة. فشوف أنت كنت بتعامل الصفة بتاعتك إزاي في الإيطالي، وتعامل مع الكلمة دي بنفس المعاملة بتاعت الإيه؟ بتاعت الصفة. طب إحنا كنا بنعامل الصفات إزاي؟ مش احنا كنا بنقول ان الصفه لابد ان تتبع الموصوف؟ بتتبع الموصوف في الايه؟ في التذكير والتانيث، في المفرد وفي الجمع، صح؟ طيب هو مين هو بقى الموصوف بتاعك علشان اختار معاه الكلمه دي؟ الموصوف اللي هو الاسم، اللي هو كلمه لانو. عشان كده بقول لك الكلمه دي لازم تكون عباره عن اسم، عشان الاسم ده هو اللي انا هوصفه، اللي هو القادم. انا بقول له لانو بروسيمو، العام الايه؟ العام القادم ولا العام الماضي؟ هو انهي عام بالظبط يا سينيور؟ انا وصفت لكم العام، وصفت لكم السنه اللي هي السنه القادمه. السنه القادمه ميا فيليا بنتي فريكوينترا لونيفرسيتà دي روما، يعني ستلتحق بايه؟ ستلتحق بجامعه ايه؟ بجامعه روما. ربنا كده معاك وكده وتلتحق وكده بجامعه روما ان شاء الله. يعني ربنا ينفخ في سيرتكم كده. اللي بعده يلا جملة رقم 27، جملة الساعة. جملة الساعة لو تفتكروا في حصة المراجعة، مراجعة الأزمنة، قلت لكم خلي بالكم أبوس إيديكم، في حالات بتنزل لك في الامتحان دايما ما بيكونش فيها الفاعل، الفاعل بيكون ضمير مستتر. قلت لكم الحالات وجود الفاعل ضمير مستتر، الحالات اللي هيكون فيها الفاعل فيها في الجملة ضمير مستتر حالات ايه؟ 1. قلت لكم ساعتها جملة الساعة، وجملة الساعة دايما الفعل بتاعك بيكون مصرف فيها مع الضمير لوي ولاي، وده في حالة المفرد، او لورا وده في حالة الجمع، صح ولا غلط؟ طب انا هعرف منين؟ من الكلمة، من الرقم يا ابني اللي هينزل بعد الايه؟ بعد النقط على طول. لو نزل بعد النقط رقم 1 قال لك لونا او ميتسو جورنو او ميتسانوت، لو نزل الثلاث كلمات دول، لونا اللي هي رقم 1 انها الواحدة خلاص، او ميتسو جورنو او ميتسانوت الاثنين بمعنى منتصف النهار ومنتصف الليل. الثلاث حاجات دول بتختار معاهم النهايه اللي اسمها را، يعني بتصرف الفعل بتاعك مع الضمير لوي ولاي، فتروح تختار النهايه اللي اسمها را، فتروح تختار سرا على طول، سرالونا، يعني ستكون الواحده، ستكون منتصف النهار، سيكون منتصف الليل، وهكذا. لكن اكتر من واحد، يعني جاب لك 2 3 4 5 لغايه 12 او لغايه 24 ايا كان بقى الساعه عندك 24 او الساعه 12 ايا كان، فبالتالي هتصرف الفعل بتاعك مع الضمير الجمع اللي هو الضمير اللي هو اسمه لورو، ولورو بتاخد النهايه اللي اسمها رانو. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لي جمله الساعه، ودي اول حاله اكتب عندك في الورق. حالات وجود الفاعل ضمير مستتر، الحالات اللي هيكون الفاعل فيها مش موجود، 1 جمله الساعه، ودي معروف شكلها قدامك اهو. فانا هنا بما ان اللي كلمه الياتو ده رقم 8 يبقى جمع، يبقى اختار معاها سرانو على طول. جملة رقم 28 بيقول لك فيها ايه؟ جملة رقم 28 بيقول لك سي فينيرا، ادي اهو قاعدة سي تاني. بص قاعدة سي نزلت قد ايه؟ سينيور سي جاب لي فعل فينيرو، جاب لي الاولاني عايز التاني اللي هو مستقبل بسيط دايما. لو انا خلصت واجبات اللي هيحصل كل مية فاميليا المار، فين الفعل؟ هل الفاعل موجود هنا؟ لا مش موجود. في حالة عدم وجود الفاعل كلاكيت تاني مرة اهو، يلا في حالة عدم وجود الفاعل ابص على فعل الجملة الاولى، بما ان الفعل ده اخره ره
يبقى فعل الجملة التانية هيكون منتهي بنفس النهاية بتاعت الأولانية، فهروح أختار بارتيرا، لأن أنا اللي هخلص واجباتي وأنا اللي هرحل مع والدتي أو مع عيلتي إلى الإيه؟ إلى البحر. اللي بعده ماريو، ده الفاعل اسم مفرد ورا كوما، لو شلناها بنعوض بتو بتاخد النهاية راي، فاروح أختار الإيه؟ التالتة على طول. اللي بعده برضه قاعدة سي اهو تاني يا سينيور، سي اهو سيدوماني فرابل تيمبو، لو بكره الجو بقى جميل ايه اللي هيحصل؟ هروح اختار فارو على طول، اونجيرو كون ايميا ميتشي. طب ليه رحت اخترت ده؟ عشان ده الفعل اللي هاخده هنا يكون مصرف في المستقبل البسيط، ده مصرف في المضارع في الماضي هستبعده، ده مصرف في الماضي المستمر هستبعده، فعل فار ده فعل في المصدر وانا ما ينفعش اختار المصدر، يبقى ما فاضلش عندي غير فارو. عرفت انا ليه اخترت فارو؟ عشان الاختيارات كلها اصلا غلط، فانا ما ينفعش اختار ايه غير الاختيار التاني. لو بكره الجو بقى حلو ايه اللي هيحصل؟ فارو انا فارون جيرو، انا ساقوم بجوله كون ايميا ميتش مع مين؟ مع اصدقائي. بيسال على الكلمه تدل على الزمن، بما ان فعل الجمله مستقبل يبقى انا هستبعد فا لان دي ماضي وده ماضي وده مضارع، يبقى ما فاضلش غير مين؟ غير فرا اللي هي كلمه داله على المستقبل. استسير هذا المساء أنطونيو، لو شلناها بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهاية اللي اسمها را. اللي بعده جملة رقم 33. الفاعل بتاعك بيقول لك فيها ايه؟ الفاعل بتاعك بيقول لك فيها الفينر دي بروسيما، يعني الجمعة الجاية، لا ميا فاميليا عيلتي وانا، اللي هو نوي، لو شلناها بنعوض بنوي ونوي بتاخد النهاية ريما. دوماني بكره دارو انا فيستا، يعني انا ساكون بايه؟ ساكون بحفله او هعمل حفله ايه وايه بقى؟ هنا في عندك جملتين خلي بالك، وطالما في جملتين يبقى في عندي فعلين، ادي الفعل الاولاني دارو والفعل ده مصرف مع ايجو زي ما احنا عارفين، حصل طيب تعالى كده، الحرف ده حرف عطف بمعنى واو، وجوده بيعرفك ان في جمله تانية هتنزل لك، انا ساكون بحفله بكره انا هعمل حفله وهعمل ايه بقى؟ نوع توتسي ميا ميتشي، والمفروض ان انا انفيترو سادعو كل اصدقائي. مين اللي هيدعو؟ انا ولا انت ولا هو؟ على حسب، هل في هنا عندك فاعل في الجمله الثانيه؟ طب هي فين الجمله الثانيه؟ بتبتدي من اول ايه لغايه كلمه اسمها ميا ميتشي، هل في فاعل؟ لا. سينيور ده توتسي ميا ميتشي، ده المفعول به، انا اللي هدعو. هتدعو مين؟ الاصدقاء. تسال عن الفاعل بايه؟ تسال عن المفعول به بايه؟ وصلت؟ في العربي عندك ها؟ طيب هنا يا سينيور في حالة عدم وجود الفاعل ببص على فعل الجملة الأولى ده رو آخره النهاية رو، يبقى اختار الفعل آخره النهاية رو، لأن ساعتها الجملة دي كلها أو الجملتين دول كلهم هيكونوا في فاعل واحد. مين اللي هيعمل حفلة؟ أنا. مين اللي هيدعو الأصدقاء؟ أنا اللي هدعو الأصدقاء. أنا اللي هدعو الإيه؟ أنا اللي هدعو الأصدقاء. طيب جملة رقم 35 بيقول لك سينون كابيت بان، لو انتم ما فهمتوش كويس اللي هيحصل ايوه ادي الفعل اهو، فعل في الجملة الثانية اهو غير الفعل الاولاني. انا ايه بقى؟ انا سبيجرا، انا سوف اشرح توتو افوي، هشرح كل حاجة ليكم انتم. فراونانو في خلال عام، لوي بتاخد النهاية را، فاروح اختار الأخيرة على طول. سينوي نون سكريفيريمو أماريو، بص هنا فاعل في الجملة الأولى أهو، نوي أهو، بص الجملة التانية بتاعتك فيها فاعل تاني خالص اسمه لوي، عشان كده بقول لك الجملتين المفروض كل جملة يبقى ليها فاعل، ده وارد إن كل جملة يكون ليها فاعل مختلف عن التاني، هنا نوي وهنا لوي، وارد ان تلاقي الجملتين بفاعل واحد بس زي ما احنا شفنا في الامثله اللي فاتت دي كلها. لوي بتاخد النهايه اللي اسمها را، فاروح اختار الايه الاولى على طول. الجمله رقم 38 بيقول لك تي بروميتو كويستا فولتا هذه المره ايو، انا ايه بقى؟ هنا يا سينيور ايو بتاخد النهايه اللي اسمها را، فاروح اختار النهايه الاخير اللي هي ديمنتيكيرا. دوماني ايو اميا ميتش، انا واصدقائي، لو شلناها بنعوض بنوي، ونوي بتاخد النهايه اللي اسمها ريمو. كونتي اندرايا لا فيستا، ده سؤال وده اجابه، صح ولا غلط؟ فين الفاعل؟ الفاعل ادور عليه في الاجابه، هل موجود؟ لا. عارف ليه مش موجود؟ عشان انت هتوصل للفاعل في الاجابه عن طريق السؤال، هو سالك بايه علشان تجاوب بيه. يعني ايه الكلام ده؟ تعال، اندراي هو مش ده الفعل بتاعك؟ الفعل ده مصرف مع مين؟ مع تو، صح؟ طب هو لما بيسأل بقى انت بجاوب بايه؟ انت ايطالي؟ انت مصري؟ بتجاوب عليها بتقول لي ايوه انا مصري، فده معناها ان التو بتتحول لايو، يبقى اذا فاعل الجمله او فاعل الاجابه بتاعي يبقى ايو، ويبقى ياخد النهايه اللي اسمها را. سينوي ديريمو لا فيريتا، لوي لو احنا ما قلناش الحقيقه هو ايه بقى؟ سرى الربيات، هو سيغضب.
دوماني لا نوسترا كلاس، ادي الفعل نوسترا كلاس لو شلناه بنعوض بلاي، تمام كده، ولاي بتاخد النهايه اللي اسمها را، فاروح اختار الايه الثالثه على طول. خلي بالك في بعض المصطلحات اللي هي اصلها جمع بس بتعامل معامله المفرد عندنا في اللغه الايطاليه. يعني مثلا لا نوسترا كلاس فصلنا احنا. فانت هتقول لي يا سينيور ازاي حضرتك شلتها وعوضت عنها بالضمير المفرد على الرغم ان هي جمع؟ هي اصلها جمع بس بتعامل معامله المفرد، والدليل على كده ان هو حط لك اداه تعريف اسمها لا، ودي اداه تعريف مفرد، بلس كده ان نوسترا دي صفه ملكيه ايه مفرد مؤنث، بلس كده ان كلمه كلاس الكلمه دي نوعها مفرد مؤنث، يعني كله مفرد. معايا ولا مش معايا؟ اللي بعده جملة رقم 43 بيقول لك فيها كواندو سابراي اي ريزولتاتي دell'esame، تمام كده. فين الفاعل بتاعي يا سينيور؟ الفاعل بتاعي هنا اوصل له في الاجابه ازاي؟ على حسب الايه؟ على حسب الفعل اللي موجود عندك في السؤال. سابراي مصرف مع انت لان هو اخره راي، فهتتحول لرا على طول. لو انتوا عرفتوا نتيجه متى ستعرفون نتيجه الامتحانات، فقال له سابرو انا هعرف الريزولتات فرا دو جورني او فرا تري جورني، يعني انا هعرف النتيجه في خلال 3 ايام. الجروبو موزيكالي ده من ضمن المصطلحات اللي قلت لك عليها اللي هي اصلها جمع بس بتعامل معامله المفرد. اكتب عندك هناك بعض المصطلحات اللي هي لما اشوفها في الجمله بنعوض بالاسم ده بضمير الفاعل لوي ولاي. بعض المصطلحات، في هناك بعض المصطلحات وهم نقطتين فوق بعض، واكتب المصطلح الاولاني اللي انا لسه قايله لك اللي هو لا نوسترا كلاس فصلنا شرطه، اكتب اللورو جروب او الجروب موزيكالي اللي هو ايه؟ اللي هو الجروب الموسيقي، تمام كده. وشد شرطه وسيب بقى الحته دي عشان لسه هنكمل حاجات، لسه هنقول مصطلحات تانية في السكه واحنا ماشيين. خلاص، مالهم المصطلحات دول؟ المصطلحات دي احنا بنشيل الاسم ده كده كله على بعضه، بنشيل المصطلح كله على بعضه، بنعوض بضميرين يا لوي يا لاي، والاتنين كده كده مفرد وبياخدوا نهايه واحده اللي هي اسمها را، فانا هنا اروح اختار النهايه را على طول. سي النوسترو جروبو، زود يلا المصطلح تالت اهو، مصطلح تالت النوسترو جروبو اللي هو الجروب بتاعنا احنا، جروبنا احنا فده لوي ولاي بردك، ولوي ولاي بتاخد النهايه اللي اسمها را. اللي بعده دوماني دينو ده الفعل لو شلناه بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بياخد النهايه را. دوبو دوماني لا ميا سكولا مدرستي لو شلناه بنعوض بلاي، ولاي بتاخد النهايه اللي اسمها را. لستات بروسيما توتا لا فاميليا، زود المصطلح ده من ضمن المصطلحات بردك اللي هي اصلها جمع بس بتعامل معامله المفرد. كل العيله، كل العيله يا سينيور مالها؟ هتكون اندرا المار ستذهب الى الايه؟ ستذهب الى البحر. جمله رقم 49 بيقول لك فيها دوماني بكره كونكينوت، هنا عايز الفاعل. فين الفاعل؟ مش موجود، الفاعل ضمير مستتر. في حالة عدم وجود الفاعل بروح ابص في الفعل عندي في الإجابة. الفعل ده آخره ريمو يعني مصرف مع نوي، ولما بجاوب بنوي يبقى هسأل بإيه؟ يبقى هسأل بفوي، فده معناها إن الفعل اللي هختاره هيكون اسمه والشراتة. اللي بعده جملة رقم 50 سيسيات برافيا سكوالا، قاعدة سي اهو، والفعل الأولاني ده مصرف مع فوي، يبقى إذا فعل الجملة الثانية هيبقى آخره ريتي، فأروح أختار أفريتي على طول. سيسيات برافيا سكوالا لو أنتم شطار في المدرسة اللي هيحصل أفريتي، أون بالفوتو يعني ستحصلون على درجة جميلة. الفين ستيمانا في نهاية الأسبوع القادم اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل إن إحنا هننظف البوسكوفيتشينو، هننظف الغابة القريبة. ده فعل في المصدر هستبعده، ده فعل في الماضي هستبعده، ده فعل في المضارع هستبعده، لأن الجملة بتاعتي جملة في زمن المستقبل البسيط، عشان كده اخترت الإيه؟ الأولى على طول. رقم 52 الماذا بيسأل على الكلمة الدالة على الزمن. ده مستقبل، ده مستقبل، ده مستقبل، ده ماضي، هستبعد الماضي عشان طبعا الجمله بتاعتي جمله داله على زمن المستقبل البسيط. طيب انا عشان اختار الكلمتين دول قلتها لكم اهم وبكرر تاني، عشان اختار دول لازم ينزل قبل النقط اسم. هل كلمه ماذا ده اسم؟ اللي عرفك ان في عندي اداه تعريف، فاذا حل ينحصر يا ده مفرد مذكر وده مفرد مؤنث. بما ان الاسم ده نوع مفرد مذكر يبقى انا هختار الصفه منتهيه بالاو، فاروح اختار بروسيمو على طول. الماذا بروسيمو الشهر الايه؟ القادم. جملة رقم 53 بيقول لك فيها دوفي نوت لاجارا فينالي. لاجارا فينالي اللي هي المسابقة اللي المسابقة النهائية اسكولا، يعني أين ستكون؟ الفعل بتاعك لاجارا فينالي اللي هو اسم مفرد، فبنشيله بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهاية را.
اللي بعده سينوات il nostro progetto in classe avremo il primo premio. هل في هنا فعل يا سينيور؟ لا مفيش فاعل عندي في الجملة رقم 54. في حالة عدم وجودها هنعمل ايه؟ هنروح نبص على فعل الجملة التانية اللي هو اسمه افريمو، اخره النهاية ريمو، يعني ده مصرف مع نوي. يبقى اذا فعل الجملة الاولى بتاعي هيبقى نوي، ونوي بتاخد النهاية ريمو. هل موجود عندي ريمو؟ لا يا سينيور. يبقى هو مش بيسألك في المستقبل هنا عايز المضارع البسيط اللي هو هيكون اخره النهاية يامو، فبالتالي هختار التانية. Se presentiamo il nostro progetto in classe، لو احنا قدمنا المشروع بتاعنا في الفصل اللي هيحصل افريمو البريمو بريميو، يعني احنا سنحصل على الجائزة الأولى. جملة رقم 55 بيقول لك فيها كيكوزا فاريتي دوماني، يعني ماذا ستفعلون غدا؟ فهنا بردك سؤال وإجابة. سأل بإيه؟ سأل يا سينيور بي فاريتي، يبقى هجاوب بي ريمو، فبالتالي هختار التالتة على طول. جملة رقم 56 فرا كوالكي جورنو، يعني في خلال بضعة أيام. اللي هيحصل لنوسترا اتيفيتا، ده يا سينيور المشاريع بتاعتنا أو الأنشطة بتاعتنا. فهنا الفاعل بتاعي فين الفاعل؟ هنا مبدئيا هستبعد اوتشيلتو لأن ده ماضي، هختار يا إما تشيليريمو يا إما تشيليريتي يا إما تشيلييه يا إما تشيليرو. صح ولا غلط؟ طب انا هختار انهي واحد بقى من الثلاثه دول؟ على حسب ان هنا بقول فرا بضعه ايام لنوسترا اتيفيتا. في من ضمن الحالات اللي الفاعل بتاعك فيها هيكون ضمير مستتر، اول حاله اللي هي جمله الساعه، تاني حاله يا سينيور اللي هي جمله الايه، اللي هي جمله الوعد. وجمله الوعد دايما هتوصل للفاعل بتاعك عن طريق صفة الملكية اللي موجودة عندك في الجملة اللي هي اسمها نوسترا. نوسترا دي صفة ملكية حلت محل المالك اللي هو مين؟ اللي هو نوي، اللي هو احنا. فاحنا دي هنختار معاها الفعل بتاعك اللي هو اسمه تشيليريمو. تاني في من ضمن الحالات اللي الفعل بتاعك هيكون فيها ضمير مستتر، فانت هتوصل للفعل ازاي؟ دي من ضمن الحالات بتاعتك، هتوصل للفعل عن طريق صفة الملكية اللي موجودة في الجملة عندك اللي هي اسمها نوسترا. نوسترا دي اللي هي بتاعتنا احنا، لنوسترا اتيفيتا اللي هي الأنشطة بتاعتنا احنا. فمين اللي هيقدم؟ احنا هنقدم أنشطتنا، احنا هنقدم الأنشطة بتاعتنا. مش انا اللي هقدم الأنشطة بتاعتنا ولا هو اللي هيقدم الأنشطة بتاعتنا، امال مين؟ احنا اللي هنقدم. والدليل على كده اللي هو جاب لك صفة ملكية اسمها نوسترا على طول. جملة رقم 57 لانو بروسيما اون جروبو دي ستودنتي، شايفين المصطلح الكبير ده؟ خدوا وزودوا من ضمن المصطلحات، زودوا من ضمن المصطلحات. اون جروبو دي ستودنتي، جروب من الطلاب الكلمة جمع بس هي عندي بتعامل معاملة المفرد، فاروح اختار الفعل اللي هو اسمه اندرا. ليه يا سينيور مفرد؟ عشان نقول زيادات تنكير اصلا مفرد، فالاسم كله على بعضه مفرد. جملة رقم 58 اهي، جملة الساعة. والساعة بتاعتي يا سينيور، بتعامل ايه؟ بتعامل معاملة يا اما مفرد يا اما ايه؟ يا اما جمع على طول. وانا بعرف انها مفرد او جمع عن طريق الكلمة اللي جاية بعدها. لونا ده رقم واحد يبقى مفرد، يبقى اختار الساعة على طول. نفس الكلام اهي جملة الساعة كيوريسونو، فقال لك لسي 7 فاقول له سرانو. ميتسوجورنو جملة الساعة، فاروح اختار سارا على طول لان هي مفرد. اللي بعده نون سو لتا دي مارييلا، يعني انا مش عارف عمر مارييلا. ربما هي افرا فينتاني، ربما هي عندها 20 سنة. دي تخمين، خلي بالك. تمام. فرا كوالكي جورن، في خلال بضعة أيام. لاميا سكوادرا، فرقتي، ده الفعل لو شلناه بنعوض بلاي، ولاي بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح أختار الفعل اللي هو اسمه كومنشرا على طول. جملة رقم 63 الجروب موسيقالي، يعني الجروب الموسيقي نوت اون كونشيرتو اروما لانو بروسيمو، العام العام الماضي. فبالتالي الفعل بتاعي دول لو شلناه بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهاية را، فاروح أختار الإجابة دي. سيكوندو مي بالنسبة لي البابا دي جوليا، أبو جوليا، لو شلناه بنعوض بلوي، ولوي بتاخد النهاية اللي اسمها را. اللي بعده الجينيتوري دي دينو، الوالدين، ده جمع، يعني لو شلناه بنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو. لستاتي ده اسم اهو، يبقى اختار يا بروسيمو يا سكورس يا بروسيمو يا بروسيما. الاثنين دول هستبعدهم لان دول ماضي اصلا. تمام كده. فبالتالي هختار يا مذكر يا مؤنث، بما ان الفاعل بتاعي مؤنث اللي هو لستاتي اللي هو الاسم اللي هو الموصوف اللي هوصفه، فهوصفه بكلمه اسمها بروسيما اللي هو القادم. لستاتي ده اسم مفرد مؤنث.
5 minuti ده 5 دقايق، ده سينيور فترة زمنية، فاروح اختار الايه؟ هروح اختار فرا على طول. جملة رقم 68 بيقول لك فيها يو كريدو كي، يعني انا اعتقد ان دوماتينا، ان بكرة ايه اللي هيحصل؟ نقط ونابيلا جورناتا. ونابيلا جورناتا يا سينيور يعني يوم جميل. خلي بالك رقم 2 بقى، رقم 2 اللي هي الحالات وجود الفعل هيكون ضمير مستتر. حالات الفاعل في الجملة بتاعك فيها هيكون ضمير مستتر. قلت لك أول حالة جملة الساعة، اكتب رقم 2 جملة الطقس. وجملة الطقس دايما 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 الفعل بتاعك فيها هيكون لوي ولاي، اللي هو أو إيه؟ هو أو هي. طب أنا هعرف منين إن الجملة اللي أنا بحل عليها جملة طقس يا سينيور؟ الكلمة اللي جاية بعد النقط دايما هيجي يقول لك una bella giornata يوم جميل. دايما هيجي يقول لك مثلا un bel giorno يوم جميل برضك. ممكن يجي يقول لك مثلا caldo اللي هو حر، freddo اللي هو برد، un bel tempo الطقس جميل. حاجه اقول لك بيوفرا، يعني ايه بيوفرا؟ يعني ايه؟ يعني هتمطر على طول. كل الحاجات دي كلها اسمها ايه يا سينيور؟ اسمها جمله الطقس. دايما الفعل بتاعك فيها هيكون له ولي، فاروح اختار الفعل اللي هو اسمه سارا على طول. سارا una bella giornata سيكون يوم ايه؟ سيكون يوم جميل. اللي بعده domani io e i miei compagni، انا وزملائي. يا سينيور الفعل اهو، انا وزملائي نوي، ونوي بتاخد النهايه اللي اسمها ريمو. انا ودينو ده نوي، ونوي بتاخد النهايه اللي اسمها ريمو. اللي بعده ميو نيبوتي اللي هو حفيدي انا، فده لو شلناه بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بياخد النهايه اللي اسمها را. domani نقط الناسترو بروجيتو. هنا يا سينيور بكره مين اللي هيقدم؟ احنا اللي هنقدم المشروع بتاعنا، فبالتالي هختار بريزنتريمو. اشمعنى؟ عشان صفه الملكيه نوسترو زي ما احنا اتفقنا بتحل محل المالك اللي هو الفاعل اللي هو نحن، ونحن دي بتاخد النهايه اللي اسمها ريمو. بكره احنا هنقدم مشروعنا فين؟ ان كلاس، في الايه؟ في الفصل. طيب هو في الوجه مش عايز يخلص ليه؟ ايه كل ده؟ يا نهار ابيض. يا انا يما، يلا بينا نكمل. بين على الظالم المفتري. ماشي. alla gara finale a maggio، يعني في المسابقة النهائية وخصوصا في شهر مايو، اوني جروبو. نعمله بقى اوني جروبو. ادي ده الفعل بتاعك اهو، لو شلناه بنعوض بلوي ولاي، وزود المصطلح ده من ضمن المصطلحات اللي عندك بردك، اللي الفاعل بنشيله فيها وبنعوض بلوي وايه؟ بنشيله بنعوض بلوي ولاي. اوني جروبو لو شلناه بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهاية اللي اسمها كانترا. سينيورا ماريا لو شلناها بنعوض بلاي، صيغة الاحترام، وصيغة الاحترام بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح اختار ده. amici miei un giorno يا أصدقائي في يوم ما اللي هيحصل anche noi una Ferrari، أيضا إحنا una Ferrari. فإحنا دي ده الفعل بتاعك، فبالتالي هتقول الفعل اللي هو اسمه compreremo، يعني في يوم ما إحنا هنشتري أيضا una Ferrari، عربية إيه؟ فيراري. جملة رقم 76 بيقول لك يا دينو تو كانتراي وانا كانزوني كي، يعني انت هتغني الاغنية كي اللي سينيور توتي انسيامي، اللي الجميع اختاروها مع بعض، اللي الجميع اختاروها. فمن اللي اختار كلمة توتسي ده اسم جمع يا سينيور بدون كوما، وبدون كوما دي يعني هنعوض بلورو، واللورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو، فهتختار الايه؟ هتختار الفعل اللي هو اسمه تشيليرانو على طول. لا سيتيمانا بروسيما الاسبوع القادم اللي هيحصل انا وماريا، لو شلناها بنعوض بنوي، ونوي بتاخد النهايه اللي اسمها بريزنتريمو. جمله رقم 78 بيقول لك فيها داريو بروميسو، يعني داريو بروميسو يعني داريو اعطى الاذن كي نقط ان اورديني، ان هو لا سوا كاميرا دوماني، اعطى الاذن اللي هو خلاص، اللي هو سوف ايه؟ اللي هو سوف يرتب الايه؟ سوف يرتب الحجره ايه؟ الحجره بتاعته بكره ان شاء الله. يعني وعد، فده وعد، فبالتالي هتختار مترا لان الفعل بتاعي داريو. non porterò il cane a passaggio se نقط. سي دي يا سينيور جايب لك الفعل بتاعك اللي هو بيوفر، لو فعل بمعنى يمطر، فدي جملة طقس طبعا، فبالتالي هختار انهي فعل؟ هختار الأخيرة خالص، لأن الأخيرة مصرفة مع لوي ولاي. جملة رقم 80 بيقول لك فيها سي نقط. خلي بالك الكلمة دي اسمها بيل، حط حرف البي بالتامبو، فدي جملة الطقس بتاعك، فبالتالي هتختار فعل فه. اشمعنى؟ عشان قاعدة سي بيجي بعدها مضارع أو مستقبل، فهنا جايب لك المضارع مش جايب لك المستقبل. إيفيلي اسم جمع بدون كما، فهنعوض بلورو، واللورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو. إناستري جينيتوري اسم جمع يا سينيور بدون كما، فبنعوض باللورو، واللورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو.
جملة رقم 83 بيقول لك فيها se ci saranno i biglietti e genitori، فالفعل بتاعك الجينيتوري اسم جمع بدون كوما، فلو شلناها بنعوض بلورو، واللورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو. جملة رقم 84 بيسألك فيها على قاعدة ايه؟ بيسألك فيها على قاعدة se، وهنا يا سينيور هندور على فاعل الجملة الثانية، مش هلاقي عندي فاعل، ففي الحالة دي اعمل ايه؟ هروح ابص على فاعل الجملة الأولى اللي هو سارة، فبالتالي هختار vorrà. اللي بعده سي بردك قاعدة سي اهي، سي جت في وسط الكلام فهيجي بعدها مضارع أو مستقبل. الفعل بتاع الياميتش اسم جمع بدون كوما، فبالتالي هنختار صانع. اشمعنى؟ عشان ده المضارع بسيط، مش عايز مستقبل، هو عايز مضارع. جملة رقم 86 قاعدة سي اهي بردك، سي نون كاميني، ادي الفاعل اهو، او الفعل ده مصرف مع انت. توتو الجروب، كل الجروب لو شلناها بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهايه اللي اسمها را. المصطلح ده هتزوده من ضمن المصطلحات اللي انا قلت لك بردك عليها. يا حمد لله على السلامه يا عم، حمد لله على السلامه يا عم، بحبك والله، ببسط لما بشوفك كده، ببسط. يلا اسئله الطالب المتميز يا متميزين، بصوا معايا واحده واحده كده وركز بقى. اول جمله بيقول لك سي نوسترو جروبو، لو الجروب بتاعنا، المصطلح ده لو شلناه بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهايه را، فاخترت الاولى. عبيطه الجمله دي. بروسيمو دي طبعا عشان جايب لي اسم قبلها اداه التعريف اسماعيل. خلي بالك الجمله دي فيها تقديم وتاخير، المفروض اقول المازه بروسيمو، الشهر القادم، ما ينفعش اقول البروسيمو مازه. اللي بعده ده اوجي من النهارده امبوي، ثم بعد كده فاطمه فينيرا. اللي بعده نونو يا نونو. بصوا الجمله دي مهمه قوي، الجمله دي جمله الوعد، حلو كده، اللي هي بردك هتضيفها من ضمن الحالات اللي الفاعل هيكون فيها ضمير مستتر. وجمله الوعد اللي انت هتعرف الفاعل منها عن طريق صفه الملكيه اللي هتكون موجوده في الجمله. جمله الوعد اكتب كده، جمله الوعد هعرف الفاعل عن طريق ضمير المستتر او عن طريق صفات الملكيه اللي هتكون موجوده في الجمله بتاعتي. جمله الوعد الفاعل بتاعي هعرفه عن طريق صفة الملكية اللي هي هتكون موجودة في الجملة بتاعتك. وجملة الوعد دايما بتسألك فيها، أو جملة الوعد دايما بتكون عبارة عن الجملة اللي قدامك دي، دايما بتجيلك كده، بس الفرق إن هو بيشيل لك نون اللي هو جدي، ويحط لك ماما، يحط لك مثلا بابا، يحط لك تزيا، يحط لك تزيا، ايا كان الفرد العيله اللي انت بتتكلم معاه اللي انت بتخاطبه. فانت هنا بتقول له يا نونو يا جدي البروسيمو فين ستمانا، نهايه الاسبوع القادم ايه اللي هيحصل؟ انا سوف ازورك اتروفارتي. اتروفارتي ده في عندك ده مصطلح اسمه ايه؟ اسمه فيرو اتروفارتي، يعني سآتي لزيارتك. طب ليه قلت انا اللي هاجي؟ عشان صفه الملكيه اللي موجوده مياي، ومياي دي حلت محل الملك اللي هو انا اهو. بصوا تزيا نفس الكلام، بس هنا اختلفت الصفه، قال لك نوستري، فبالتالي هتبقى نوي، ونوي هتاخد فيريمو على طول. جملة رقم 6 جملة الطقس اهي، بيوفرا اللي هو فعل بمعنى يمطر، فاروح اختار بيوفرا على طول. نون لورولوجيو كي اورا سارا. طب ليه قلت سارا؟ عشان الساعة دي مفرد اورا. عارف امتى اقول سارانو؟ لو شال لك كلمة اورا وحط لك اورا. اول ما يحط لك كلمة اورا تروح تختار سارانو على طول. دي كده جمع مؤنث، لكن دي مفرد على طول. اللي بعده dicono che la situazione economica، الوضع الاقتصادي بتاعنا، فبالتالي هتبقى migliorerà. اللي بعده اسكريتو، انا كتبت امبارح، انا كتبت الماركو، وسtasera وهذا المساء سكريفيرو، انا سوف اكتب لمين؟ لباولو. يا جوليا بارتي اوجي بالروما. يا جوليا انت رحتي النهارده روما؟ فردت قالت نو لا، فرص ربما. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالوا لي بقى هنا، بصوا كده معايا، شايفين جمله رقم 10 وجمله رقم 11؟ بصوا كده تاني واحده واحده، جمله رقم 10 وجمله رقم 11. الاختيارات بتاعت 11، الاختيارات بتاعت 11 دي هتروح للاختيارات بتاعت 10، حلو كده، والاختيارات بتاعت 10 هتروح لجمله رقم 11. خلاص، يعني الاختيارات بتاعت 11 هتروح ل10، والاختيارات بتاعت 10 هتروح ل11. متفقين؟ طيب يا جوليا انت رحلتي النهارده روما؟ رحت النهارده روما؟ فردت قالت نو لا، فرصه ربما. ربما ايه بقى؟ انا هروح.
ربما سأرحل غدا، فأنا هنا هقول له إيه؟ هنا في الجملة دي هقول له بارتيرò، فبارتيرò هتروح للجملة دي. جملة رقم 11 domani غدا نقط una lettera al nostro amico inglese. فين الفاعل؟ مش موجود، هعرفه عن طريق نوسترو اللي هو صفة الملكية اللي هي نوي، ونوي بتاخد النهاية اللي اسمها ريمو، فأنا هنا هختار سكريفريمو، يبقى الفعل ده هختاره في الجملة دي. احنا اللي هنكتب الخطاب لصديقنا الانجليزي، احنا اللي هنكتب. ها اللي بعده جمله رقم 12 انكي اي بامبيني، الفعل بتاع اي بامبيني اللي هو لورو، لورو بتاخد النهايه اللي اسمها رانو، فاقول فيرانو. دوماني غدا كوزا فاريتي، سال بفوي يبقى هجاوب بنوي، يبقى اختار اوشيريمو. بلس ان في عندي صفه ملكيه اسمها نوستري، ونوستري بتحل محل المالك اللي هو احنا. كي باجرا كويستا فولتا، يعني مين اللي هيدفع المرة دي؟ مين هيدفع المرة دي؟ فهنا سأل بلوي ولاي، فقال لك كويستا فولتا هذه المرة مين اللي هيدفع؟ إمياي. هو المفروض اللي هو بقى يقول لك مثلا إمياي أميتشي مثلا، أو إمياي حاجة أصدقائي يعني، فبالتالي هتبقى باجرانو. كواندو مي نقط تي دارو، هنا في عندي جملتين، ادي الجمله الاولانيه عشان في عندي كوما اهي، وبعد كده بدايه جمله جديده اللي هي تي دارو اون سبيجاسيون، يعني انا سوف اعطي لك انت الايه الشرح بتاعي. فبالتالي كواندو مي لما ايه بقى؟ عندما تليفونيراي، يعني لما انت تتصل بيا، تمام كده. كواندو مي تليفونيراي، لما انت تتصل بيا ايه اللي هيحصل؟ تيدارو انا سوف اعطي لك انت الايه الشرح. فده معناها ان انت ده الايه ده الفاعل، انت اللي هتتصل بيا، فبناء على كده انا صرفت الفعل الاولاني مع الفاعل بتاعي اللي هو تو. مي ده ضمير مفعول به، هتاخدوه في الوحده الثالثه بتاعتنا من ضمائر المفعول. اللي بعده داري ونامانو بير النوسترو بروجيتو، تمام كده. فبالتالي هنا بيسأل على حد غائب، فبقول له كي فورا داري. اللي بعده بروميتو يا بريسيدي، لو سمحت يا سيادة الناظر، ده يا سينيور صيغة احترام، فلو شلناها بنعوض بلاي، ولي بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح اختار الايه سارة. كويستو ريجالو، هذه الهدية نقط انا بيلا سوربريزا بير اي جينيتوري، يعني هتكون سارة. سينيورينا يا سينيورينا، لو شلناها بنعوض بلاي، ولي بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح اختار فيدرا. جملة رقم 20 بيقول لك فيها إناستري بارينتي، يعني أقاربنا، الريفرانو فرابوكو، يعني سيصلوا في خلال إيه؟ في خلال وقت إيه؟ أو خلال فترة قصيرة. ودوماني غدا أفاري الجيرو برلاتشيتا إنسياما. إناستري بارينتي ده جمع يا سينيور، يعني هنعوض بإيه؟ هنعوض ب لورو، ولورو هتاخد النهاية اللي اسمها رانو. اللي بعده دوماني غدا una lettera al nostro amico، بردك نفس الكلام، الجملة دي متكررة تاني، فأقول له إيه؟ هقول له سكريفريمو على طول. طيب أسئلة السنوات السابقة، ودي طبعا هتبقى أسهل بكتير قوي. خلي بالك في أسئلة صعبة كتير قابلتنا وإحنا بنحل، فالأسئلة دي أنا بعودك عليها، لكن هي ما بتجيش أصلا في الامتحان كتير، ما بتجيش في الامتحان، بس أنا بعودك عليها عشان لو لا قدر الله جت تبقى على الأقل إيه؟ مرت عليك قبل كده، فأنت عارف الإيه؟ الإجابة بتاعتها. جملة رقم 1 بيقول لك دوماني مولتو كالدو، جملة الطقس أهي، مولتو كالدو جو حر قوي، فبالتالي هتبقى فرا مولتو كالدو. باولو إيديو، أنا وباولو لو شلناها بنعوض بنوي، والنوي بتاخد النهاية اللي اسمها ريمو. دوماني غدا una festa كازا، هتبقى فرو، عشان الفعل ضمير مستتر تقديره أنا، لأن ده ماضي وده ماضي وده وده فعل في المصدر ما ينفعش أختاره. جملة رقم 4 la settimana prossima un gruppo di turisti، يعني جروب من الإيه؟ جروب من السياح. فده يا سينيور عندي مفرد، خلي بالك الكلمة جمع بس بتعامل معاملة الإيه؟ بتعامل معاملة المفرد اللي عندنا، فهنشيلها ونعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهاية را، فاروح أختار التالتة على طول. دوماني سيرا مساء غدا لا ميا فاميليا عيلتي، هتبقى أندرا ستذهب الكونشيرتو دي لورا، هتذهب إلى حفلة لورا. دوماني غدا لا ميا كلاسي، ده الفاعل لا ميا كلاسي، لو شلناها بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهاية اللي اسمها را، فاروح اختار الإجابة بي. 7 دوماني غدا لا ميا فاميليا، بردك عيلتي، فهتبقى بارترا، فاروح اختار الأخير. نيو بادري ده الفعل، لو شلناها بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهاية را. قاعدة سي الجروب موسيقالي كونتينوا كوزي، اللي هيحصل فينشرا، لأن فاعل ده
الجملة الأولانية هيكون هو نفسه فاعل الجملة التانية. سيدينو هتبقى برندرا. دينو ده الفاعل. جملة رقم 11 بيقول لك فيها دافيرو فوي ده الفاعل. لو بياخد معاها، مش لو شلناها بقى، هياخد معاها يا سينيور النهاية اللي اسمها الراتة، فاروح اختار التانية على طول. سيدوماني لو بكرة، بصوا بالتيمبو الجو جميل، فبالتالي اختار فرا. جملة الوعد اهي، اروح ابص على صفة الملكية ناستري هتبقى فيريما. ايوه ايه ماريا، لو شلناها بنعوض بناي، وناي بتاخد بريزنت ريمو. فراكوالكي او فرادو جارني باولو ده الفاعل، لو شلناه بنعوض بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهايه را. سيفنشريمو الكونكورسو، لو احنا فزنا بالمسابقه، اللي هيحصل ادي قاعده سي اهو، وقاعده سي يا سينيور اللي بيحصل معاها بيجيب لي حاجه ويسالني على حاجه تانية، فبالتالي هنا فعل الجمله التانية هيبقى مصرف بنفس الطريقه بتاعت فعل الجمله الاولانيه، فبالتالي هختار فيستجرامو، احنا اللي هنحتفل لان احنا اللي هنفوز بالمسابقه. بيسأل على الكلمة الدالة على الزمن، بما ان في هنا عندي فترة زمنية يبقى اختار فرا على طول، لان فرا لازم ينزل بعدها فترة، والفترة بعرفها عن طريق الارقام. جملة رقم 18 بيقول لك فيها يا راجاتسي يا اولاد ترى una settimana، في خلال اسبوع نقط توتي ان فاكانسا، يعني الجميع سيكون في اجازة. فهنا فين الفاعل؟ الفاعل بتاعك توتي اسم جمع يا سينيور بدون كوما، فبالتالي لو شلناها بنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهاية رانو، فهنا الاجابة بتاعتي هتبقى اسمها سرانو. خلي بالك الاجابة مش موجودة في الاختيارات، فانت هتكتبها بايدك، اسمها سرانو، لان سرانو اللي هي معناها سيكون. مين اللي سيكون؟ الجميع، سيكون الجميع ان فاكانسا، في ايه؟ في اجازه. تمام كده. جمله رقم 19 بيقول لك فيها فيلي مياي، يعني ابنائي، سي البادري، ادي قاعده سي اهي يا سينيور، قاعده سي جابها لك اهو في اول الجمله، وجاب لك المضارع، عايز الايه؟ عايز المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط هستبعد ده على طول، وهستبعد دون، وهستبعد ده لان ده مضارع، ما فضلش عندي غير اندريمو، فاروح اختارها على طول ما بين الاختيارات. يبقى انا ليه اخترت اندريمو هنا؟ عشان هي دي الاجابه الصحيحه اللي موجوده من ضمن الاختيارات بتاعتي. انا هنا بقول يا ابنائي، لو البادري، لو الاب نونفاه، لو ابوكم ما راحش بكره الشغل، اللي هيحصل؟ دوماني غدا ان شاء الله اندريمو الوتزو، احنا هنروح الايه؟ حديقه الحيوان عشان احبسكم فيها. اللي بعده ماريا سي نون تي فيرمي دي مانجاري تروبو نقط مولتو جراسا، اللي هيحصل هنا؟ هنا بيسأل بردك على قاعدة سي، وسي يا سينيور بيجي بعدها مستقبل أو مضارع إيه؟ أو مضارع مستقبل. هنا عايز الإيه؟ هنا عايز المستقبل بسيط أبو كلمة واحدة، فبالتالي هستبعد ده واستبعد ده وهستبعد دي، فبالتالي ما فضلش غير ديفنتراي. بلس كده كمان ان الفعل بتاعي ماريا اسم مفرد وراها كوما. لا بروسيما فيستا، في الحفله القادمه، كيارا اي التر دو راجاتسي، كيارا وبنتين تانيين، ادي الفعل بتاعي، لو شلناه بنعوض بلورو، ولورو بتاخد النهايه اللي اسمها رانو، فبالتالي اختار الاولى. اونجارنا لا نوسترا باند، ادي الفعل اهو بنعوض عنه بلوي ولاي، ولوي ولاي بتاخد النهايه را. المصطلح ده زوده من ضمن المصطلحات اللي هي اصلها جمع بس بتعامل معامله المفرد. دوماني إياه مياي كومباني، أنا وأصدقائي، نوي، ونوي بتاخد النهاية ريمو. سؤال وإجابة، سأل براي يبقى هرد برو، فبالتالي هختار أندرو. جملة رقم 25 بيقول لك فيها سيدوماني فراكالدو مياي نوني، أجدادي، أدي الفعل هو يا سينيور جمع، وجمع بنعوض عنه بلورو، ولورو بتاخد النهاية اللي اسمها رانو. اللي بعده لانو سكولاستيكو، العام الدراسي اللي هيحصل فيه سراك كومنشاتو، لا طبعا اقول له عليها كومنشرا، اللي هو سيبدا فراتري جورني، في خلال 3 ايام. طيب ده طبعا الفعل بتاعي، لو شلنا بنعوض بلوي وايه؟ بنعوض بلوي ولاي. لغايه هنا كده خلصنا من الأسئلة اللي هي الحل على زمن المستقبل البسيط، وعلى قاعدة إيه؟ على قاعدة سي. شفتوا نوعية الأسئلة عاملة إزاي؟ سهلة، متوسطة، صعبة شوية، تمام كده؟ في عندنا أصعب طبعا، تمام؟ بعد كده حلت لك أسئلة الطالب المتميز، وعرفنا الأسئلة نوعيتها عاملة إزاي. مش بس كده، كمان أنا عرفتك على أسئلة السنوات السابقة لغاية دور أول 23 لغاية امتحان السنة الإيه؟ السنة اللي فاتت. أتمنى إن كنتوا تكونوا استفدتوا من الحل بتاعنا اللي إحنا حليناه مع بعضينا النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاية بقى، وإحنا بنحل على المواقف بتاعة الوحدة الأولى بتاعتنا. أشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاية. كان معاكم سينيور خالد رضا، مدرس اللغة الإيطالية. تشاو.